أبو بكر عزت ممثل مصري من مواليد حي السيدة زينب في مدينة القاهرة. درس بمدرسة الخديوي الثانوية، ثم التحق بكلية الآداب قسم الاجتماع. بدأ الفنان أبو بكر عزت مشواره الفني من خلال المسرح المدرسي، وقدم مسرحية الفضائح. وخلال دراسة أبو بكر بكلية الآداب التحق بمعهد التمثيل، وتخرج فيه عام 1959. وفي العام نفسه انضم أبو بكر إلى فرقة المسرح الحر، وشارك في عدة أعمال مسرحية، منها الدخول بالملابس الرسمية، دبور، والدلوعة. كما له رصيد درامي كبير، وشارك في عدة مسلسلات أبرزها الزوجة أول من يعلم، قوم الدكة، العودة الأخيرة، أرابيسك، رأفت الهجان، وعلى نار هادئة. وسينمائيا شارك أبو بكر في أفلام زوج في أجازة، الهروب، ضد الحكومة، والحب أيضا يموت، لصوص 5 نجوم، و30 يوم في السجن الذي لعب فيه دور مدحت الشمشيري. رغم عدم أداء أبو بكر دور البطولة في أي عمل فني، إلا أنه قال: أنا مش حاسس بأي ظلم، بالعكس أنا واخد أكتر من حظي كمان. توفى أبو بكر عزت عن عمر يناهز 73 عاما، قدم خلالها الكثير من الأعمال الفنية.